بيبدأ المسلسل بإن في مجموعة من الملايكة وعددهم 12 ملاك بالظبط نازلين على الأرض بقالهم سنين علشان يحموا الناس من الأرواح الشريرة. وبعدها بنشوف في مشهد راجل كده اسمه سان وبيكون رايح للسجن علشان يزور واحد، وبنعرف إن الراجل ده ملاك أصلا، وكمان عنده شركة كده بيدي للناس منها قروض. وبنعرف إن الشركة دي مش بتدي قروض غير للناس المجرمة بس اللي كانوا مسجونين قبل كده أو الناس أصحاب العصابات يعني. وبنيجي بقى لسان واللي بيكون قاعد مع الراجل المسجون ده وبيقول له إن هو المفروض يدفع له 2 مليار و200 مليون، ودي الفلوس اللي هو كان مديله قرض بيها. بس الراجل ده بيقول له ان هو مش هيدفع له غير لما يخرج من السجن. بس اول ما سان بيمشي من عنده بيكلم حد شغال معاه وبيقول لهم يدفعوا له كفاله 200 مليون علشان يخرجوه من السجن، وفعلا بيقولوا له ان هم عملوا كده خلاص. بعد كده بنيجي لعياده كده واللي بتكون على اسم سان، وبتكون العياده دي اصلا اللي شغالين فيها ملايكه برضو وتبع سان يعني وعارفينه، وبتكون في دكتوره كده بتعالج الناس بس بطريقه غريبه شويه. بس الغريب اكتر ان الطريقه دي بتنجح فعلا وبتقدر تشفي اي شخص، يعني مثلا لو انت مشلول هتقدر تمشي، لو انت عندك صداع هتخف. بنيجي بعد كده بقى الملاك من الملايكه دول واللي بيكون شغال ظابط وبيكون رايح مكان كده يزور واحده، والواحده دي بيكون اسمها ميري، وبيكون عارف ميري دي لان هي كمان ملاك، وبتكون كانت متجوزه ومنفصله عن جوزها بس لسه ما نعرفش مين جوزها ده، وبيكون الظابط دوت بيحاول يرجعها لجوزها بس هي ما بترضاش. بنيجي بعد كده بقى للراجل العصابات اللي كان مسجون الصبح وسان خرجه بكفاله 200 مليون، واللي بيكون مستمتع على الاخر ومش في باله سان خالص ولا ان هو يرجع له فلوسه. وساعتها سان بيتصل بيه وهو قاعد مع اصحابه بيقول له ان هو عاوزه يرجع له فلوسه. فساعتها راجل العصابه جو دوت بيعرف ان سان هو اللي خرجه بالكفاله دي، وعلشان كده زود 200 مليون على ال 2 مليار اللي عليه اصلا. فبيكون مقرر ان هو يخلي الرجاله بتوعه ويضربوا سان لما يجي، وفعلا بيعمل كده وبيستخبى هو جوه لانه اصلا جبان. وفعلا سان بيجي بس مش بيعرفوا يعملوا له حاجه لانه بيكون اقوى منهم كلهم وبيديهم علقه محترمه. فساعتها جو بيخاف وبيدي لسان الفلوس كلها والذهب وكمان الساعه بتاعته، وبيجمع كل الناس اللي كانوا هيضربوه بيقعدهم عنده كمان. وبعد كده بنيجي الولد وبنتين كده واللي من الواضح ان هم كانوا شغالين في الشركه بتاعه سان اللي بتدي القروض، وبيكونوا رايحين مكان كده علشان في واحد هناك ما سددش القرض اللي هو خده منهم. واول ما بيروحوا بيكون الراجل ده برضه بيفكر يهرب، بس هم بيقدروا يضربوا الناس اللي معاه كلهم وكمان بيمسكوا الراجل ده وبياخدوا منه الفلوس لان هم اصلا عندهم قوات كتير وفي واحد منهم بيعرف يطير. وبنيجي بعد كده لسان بعد ما خد فلوسه من جو وبيكون راح لمكان كده بيبيع اكل في الشارع، والست اللي هناك واضح ان هي عارفاه وكمان عارفه ان هو ملاك، وساعتها بيقول لها ان هو ما عادش عاوز يبقى ملاك تاني وخلاص تعب بقاله كتير جدا عايش وبيشتغل بقاله 5000 سنه. بس هي بتديله كلمات تحفزه وبتقول له ان في ناس كتيره جدا محتاجين منه المساعده زي ما ساعدها هي واهلها زمان. فعلا بياخد من الكلمات دي وبيقرر ان هو مش هيستسلم يعني. وساعتها كمان بيقابل راجل كده بيكون عارفه من سنين، بس الراجل ده بيكون مستغرب قوي هو ازاي لسه بنفس الشكل وما كبرش، بس بيكون فرحان قوي انه شافه برضه بيحضنوا بعض كده وبيبان ان هو كان صاحبه او حاجه زي كده. بنيجي بعد كده المجموعه من الناس مش عارفين مين دول، وفي واحد منهم بيأذي ايده كده وبيحط ايده على صخره، فساعتها الصخره دي بتطلع نور اخضر كده وبنكون مش فاهمين ايه النور ده. وبعد ما بيحصل كده بيروح لراجل وبيبان ان الراجل ده الرئيس بتاعه او حاجه زي كده، وبيقول له على النور الاخضر اللي طلع، وبيكون في حاجه كده اسمها اوجوي، وبيكون باين ان الناس دي اصلا من الناس الشريره اللي الملائكه بتطاردهم وان اوجوي ده حاجه خطيره جدا. فالرئيس بتاعه بيتصدم جدا اول ما بيعرف ان اوجوي ممكن يكون طلع فعلا لانه شكله بيمثل حاجه مهمه جدا للارواح الشريره وبيساعدهم يعني على شرهم. وبعد كده بنيجي لسان اللي بيرجع لبيته بيكون جايب اكل للملائكه اللي شغالين معاه، وكمان بيكون مزاجه حلو لان هو مسك جو وخد منه الفلوس، بس اصلا مش بيلاقيهم لسه رجعوا البيت، فبيفترض يعني ان هم اكيد لسه بيقبضوا على الراجل اللي ما رجعش الفلوس ده. فبيخش كده الاوضه سريه معموله ببصمه وشه، وبنلاقي ان في الاوضه ديت في ذهب كتير جدا وفلوس، وتقريبا كده هو ده السبب اصلا اللي خلاه يدي للناس قروض، وبيكون غني جدا يعني. وساعتها بيعين الفلوس اللي هو خدها من جو في الخزنه ديت. بعد كده بنيجي للراجل اللي قال للرئيس بتاعه ان اوجوي دوت طلع، الرئيس بتاعه بيأذي نفسه هو كمان وبيحط ايده على نفس الصخره اللي المساعد بتاعه حط ايده عليها علشان يطلع النور الاخضر، بس لما بيحط ايده الصخره مش بتطلع نور اخضر ولا اي حاجه، وبيكون عمال يضغط جامد على نفسه علشان برضه تطلع بس مفيش اي فايده، بيطلع حاجات سودا كده غريبه كانه يعني ملعون، فبيكون متعصب جدا بسبب الموضوع ده. فالمساعدين بتوعه بيقولوا له ان هو لازم يهدي نفسه لان الطقوس دي لما بيجي يعملوها لازم يعملوها بهدوء علشان تطلع اولا النور الاخضر وعلشان حياته ما تنتهيش بسبب اللي بيعمله ده. ففعلا بيحط ايده تاني مره بس بيكون هدى شويه وبيضغط على ايده وبيأذيها تاني وبيصرخ جامد قوي، فالمره دي فعلا الصخره بتطلع النور الاخضر وبيظهر كمان راجل غريب كده وبيكون ده تقريبا اوجوي،
هو بيكون شكله روح شريرة بقى بس على المستوى التقيل، وان ده اصلا هو اللي هيساعدهم في كل اعمالهم الشر، وان دوت اهم حد الملايكة بيدوروا عليه علشان يخلصوا منه. وبكده الحلقة بتكون خلصت. ان شاء الله بكرة هنزل لكم ملخص الحلقة التانية وهعمل لكم الاتنين على قناتي التانية. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان سبسكرايب لقناتي التانية، وفولو لبيج الفيسبوك بتاعتي لاني بنزل عليها هناك ملخصات كتير. وبس كده، لو عاوزين اي مسلسل تاني اكتبولي تحت في الكومنتس وهعمله لكم ان شاء الله.